ربما أبدو قويا حازما صلب المشاعر، إنما قلبي ضعيف وارتجاف الصوت ظاهر. ليس حرفا تلك روحي، إن لي روحا تكابر. أكتم الأحزان أبدو صابرا يا رب صابر. كل كسر كان عمقا، كل جرح جد غائر. إن يكن بالكسر إني جئت جبار الخواطر. إن يكن بالكسر إني جئت جبار الخواطر. كن معي في وقت ضعفي وانحنائي والمخاطر. اعف يا الله عني، إنني يا رب شاعر. اعف يا الله عني، إنني يا رب شاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة وبسلام وأمن وأمان يا رب العالمين. ايه أخباركم وأخبار أولادكم وأحفادكم وحبايبكم؟ إن شاء الله طيبين يا رب، بخير وصحة وسلامة وأمن وأمان يا رب. بتوحشوني، بطول عليكم، بتوحشوني، معلش سامحوني والله. بتحصل ظروف معايا كده، مش بقدر أنزل كل يوم، فسامحوني. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، ويعفو عنا وعنكم يا رب، ويغفر لنا ويغفر لكم، ويسترها معانا ومعاكم يا رب، ويجبر بخاطرنا جميعا يا رب. يا رب اجبر بخاطرنا جميعا يا رب، احنا وحبايبنا ومتابعينا يا رب، اللهم امين يا رب. وبناتي وحبايبي يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا حبيبي. السمك المشوي يا جماعة بيعمل عمايله مع الجيوب الأنفية، فعشان كده أنا فاتحة الباب، فبفتح باب المطبخ عشان خاطر الدخانة وكده، فبكمم مناخيري بالطرحة، وألبس كمامة وكده يعني. بتعب خالص اليوم اللي أعمل فيه سمك مشوي. أنا طبعا المطبخ بتاعي مفتح، يعني في قفاية برضو من ورا البلكونة، فبتبقى مفتوحة، حاطة فيها ستارة، والباب بتاع بتاع المطبخ، والناحية التانية الباب اللي أنا بدخل فيه للطير يعني، فكله مفتح هو، فعشان كده بتطلع الغبرة. الغبرة بتاعته شديدة خالص، فبتأثر على الجيوب الأنفية. السمك المشوي ده يا جماعة اللي انتوا شايفينه، السمكة الصغيرة دي نفسي فيها من بدري. يعني كنت دايما كان يعدي واحد يجيبه صابح من البحر، تفلتيه في الطشة أو في الحلة، يقعد يلعب كده في الحلة لما تحطي له مية، بيبقى صاحي وطازة يعني. ففي اليوم ده أنا كان ليا فترة نفسي فيه، وكنت قايلة لجوزي عايزين سمك من الصغير اللي كنا نجيبوه وكده. الراجل بطل يعدي، راح قال لما قابله أقول له كده يعني، فراح جابهولنا ده الصغير ده، وكان أنا عندي برضو من السمك الكبير، فطلعت الكبير هعمله طواجن إن شاء الله، والصغير ده أنا شويته حلو جميل خالص في الشوية. بنتي دي اللي مسكت مني المعلقة، يا دوب كانت توها جاية من السفر. شنط السفر اللي انتوا شفتوها دي هي بنتي كلتها في الأقصر، فخلصت امتحانات وكانت جاية يعني هي وزميلها وصحباتها يعني معاها، فكانوا حاطين الشنط كلها على شط البحر. فهي خدت الصورة دي، قلت لها هاتيها الصورة دي أنا أخدها يعني عشان متابعيني وكده، عشان تدعوا لها ربنا يوقف معاها يا رب كده إن شاء الله، وينجحها هي وزمايلها وحبايبها كلهم يا رب، وزمايلها إن شاء الله، ويجبر بخاطرهم يا رب. متغربين، وهي أي نعم الأقصر يعني ساعة إلا ربع من بلدنا وكده، بس أو ساعة مثلا عشان العبارة وكده، بس برضو غربة مهما كان، طالما برا بيتك فهي غربة. ربنا يرد غربتهم يا رب كده إن شاء الله، وينجحهم ويوقف معاهم يا رب، بناتي وبناتكم وأولادكم يا رب، ويجبر بخاطرهم كلهم يا رب، ويهدي سرهم، ويكرمهم بكل اللي نفسهم فيه يا رب. يا رب اللهم امين يا رب. ادعوا لهم ربنا يوقف معاهم وينجحهم ان شاء الله. وحبايبي واخواتي اللي شرفوني في القناة جديد، ربنا يجبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري وشرفتوني ونورتوني في قناة اختكم.
تسلموا لي يا رب، يخليكم ليا ويبارك لي فيكم يا رب، ويجبر بخاطركم ويريح بالكم ويهدي سركم ويخلي لكم أولادكم ويكرمكم بكل اللي نفسكم فيه، واللي مش معاها أولاد ربنا يجبر بخاطرها ويدوقها يا رب وينولها يا رب ويكرمها كده إن شاء الله، ويرزقها يا رب من فضله يا رب، ويكتب لها الخلفة إن شاء الله ويكرمها يا رب، اللهم آمين يا رب. شويت حبة وعملت الصغير طبعا شويته، والكبير عملته في الطواجن، رصيته ني على كده بس تبلته طبعا بالثوم الأول، ورصيته في الطواجن اهو زي ما انتم شايفين، وجبت الليمون قطعته طبعا طرنشات وكده، والمفروض يعني بحط برضو شطة خضرة، بس لي الحظ كنت عاملة قبليها بيوم شاورما فاخدت الشطة اللي عندي كلها، فما كانش فيه شطة. فقطعت الطماطم برضو وكنت مسبكة الصلصة، حمرت البصلة وحطيت عليها الطماطم وخسبتها تتسبك حلو كده وحطيتها عليها، وفي الاخر خالص برش كمون وكزبرة يكونوا صحناهم كده ومفهومش ملح يعني، وبرشهم على الوش. بعد كده بدي الطواجن غالية على النار من فوق عشان خاطر انا مش قالية السمك يعني، حطاها ني في ني، وبعد كده بدخلها في الفرن تتسبك في الفرن وتطلع ناشفة وحلوة كده وزي العسل. كمان عملت الدقة بتاعت السمك المشوي دي، بتبقى مية باردة من الحنفية وبتحطي لها شطة وكمون وكزبرة وبتشطشطيها شوية وبتخلي الملح زيادة فيها شوية برضو، وبنحط لها معلقة خل وبنعصر عليها ليمونة. دي كمان أول ما بنطلع السمك المشوي بننزلها فيها على طول. وطبق السلطة برضو الخضرة اهو زي ما انتم شايفين، والرز الأبيض، وطبعا الليمون ده سيد الأكلة، والحمد لله اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. طبعا أختكم أنا السمك احنا صراحة نحب السمك يعني، فبنعملوه كده بين وقت والتاني على طول بنعملوه. والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا، الحمد لله اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. وبرضو المرة التانية برحب بإخواتي وحبايبي اللي شرفوني في القناة جديد، أهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني وجودكم على راسي والله، تسلموا لي يا رب، ربنا يجبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطري. يا ريت كل حبايبي اللي موجودين عندي ومنوريني ومشرفيني في القناة، اخواتي وحبايبي، اسمعوا الفيديوهات بالله عليكم بالإعلانات، أنا اللي بستفاد منه هو الإعلان، يا ريت تسمعوا الإعلان للآخر يعني، أختكم مش بستفاد من حاجة والله غير الإعلان، يعني المشاهدة بتاعتكم بتشرفوني وتنوروني، والتعليق بتاعكم طبعا اللي بيرفع من روحي المعنوية وبيديني حماس إني أستمر وأكمل. إن الواحد والله بتجيله ساعات لما يلاقي مفيش مشاهدات وكده نفسه بتقفل، فبيلاقي نفسه مش عارف حتى يتكلم في الفيديوهات من النفسية المتدمرة، إن الواحد بيتعب في الفيديو وفي تصويره وفي مونتاجه وكده، ويبص يلاقي مفيش مشاهدات، فده بيأثر على الواحد. فتعليقاتكم والله هي اللي بترفع من روحي المعنوية، هي اللي بتخليني تديني طاقة إني أنا أقدر أكمل لقدام شوي لقدام يعني. فربنا يكرمكم يا رب وييسر أموركم، يا ريت الإعلان تسمعوا لي الإعلان، وأكون شاكرة ليكم جدا 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 فضلا وليس أمرا طبعا. ربنا يكرمكم يا رب وييسر أموركم ويجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري وخاطر غيري، وربنا يكرمكم جميعا يا رب ويسترها معاكم ويكرمكم بكل اللي تتمنوه. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، وما تنسونيش في التعليق واللايك والاشتراك، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكل فيديو أختكم تنزله تكونوا معايا وتشرفوني وتنوروني، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.